السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم فيديو جديد في تريو كولر بروجرامينج ويب سكول. رجعنا لكم فيديو النهارده وهو هنشرح فيه اللوجيكال اوبريتور. ايه هي اللوجيكال اوبريتور؟ هي operators that make compare between two things. make compare between ايه؟ between two things، يعني انت بتعمل مقارنة بين حاجتين. اول نوع من اللوجيكال اوبريتور هو الاند اوبريتور. الاند اوبريتور الكونديشن الاند هنا لازم بيرجع true لو البوث اوبرنت ار true. طب لو واحد true واحد false هرجع لك false. لازم عشان يرجع true يبقى two اوبرنت ار true. تعالى ناخد اكزامبل بسيط كده. هنعمل two variable int a ونعمل variable كمان int b ونطبع في الكونسول. هقول له هنا ان ال a اكبر من ال b and ال a اصغر من b. هو هنا في كونديشن واحد هو true وان هي ال a اصغر من ال b، اما الكونديشن التاني هو بطبيعة الحال ان هو false لان ال a مش اكبر من ال b. طب تعال ناخد هو قال لك اصلا الاوتبوت ان هو هنا false. جميل. تعال ناخد اللاين كود كوبي ونعمل 3 منه. خلاص نعمل 2 ولا لا نعمل ايه؟ نعمل واحد بس كفايه. ماشي. لو جيت هنا قلت له ان هنا ال A اصغر من ال B وكتبت له هنا ان ال B اكبر من الزيرو، يا ترى الاوتبوت هيبقى ايه؟ الاوتبوت طبعا هيبقى true. ليه؟ لان الترو برنت عندي true ان هي ال A فعلا اصغر من ال B وفعلا ال B اكبر من الزيرو. تعالى نعمل ران كده. ما انت شايف اهو بعد ما الكونسول طبع عندنا اهو الاول طبع لك ان هو فولس زي ما احنا ايه كاتبين في الاوتبوت اهو. كبر لك بس اهو الاول فولس. ليه؟ لان في اوبرنت واحد بس هو اللي حقق، شرط واحد بس هو اللي اتحقق. اما التاني عشان الاتنين ترو فهو في طبيعة الحال قال لك ان هي ترو. جميل. تعالى ناخد الاور اوبريتور. الاور اوبريتور هو لازم شرط واحد يبقى صح. لو الشرط واحد صح هيطبع لك ترو في الكونسول عادي، اما لو الشرطين غلط هيطبع لك فولس عادي جدا. اما لازم شرط واحد بس هو اللي يكون صح. تعالى ناخد اللاين كودز دول، او هو عمل لك لاين كود خاص بيه. تعالى نطبع التاني. هنقول له ان هنا الايه اكبر من البي اور الايه تساوي البي. لو جينا نعمل ران هنا تاني زي ما انت شايف. تعالى بس نعمل ايه؟ نعمل سيبريتور بسيط كده اهو. سيبريتور بسيط عشان يعرفنا الدنيا اهو. لو جينا هنا تعرف ان هي هنا ترو. ليه ترو يا باشا؟ ليه ترو؟ لان شرط واحد اتحقق. هو احنا قلنا في الاور عادي شرط واحد اتحقق وهيتباع ترو في الكونسول عادي. اما التاني هو الشرطين غير ملائمين غير صحيحين، فهو بالتالي هيطبع لك فولس في ايه؟ في الكونسول. تمام. هتيجي ناخد بقى الاوبريتور اللي بعده هو النوت اوبريتور. ايه هو اللوجيك نوت اوبريتور؟ بص يا معلم، بس ننزلك دي تحت كده عشان بس الاتنين يبقوا مرئيين. اللوجيك نوت اوبريتور هو return true if the operand is false. يعني ايه؟ عشان توضح معاك. ولو false هو هيرجع true. يعني ايه يا باشا؟ بص تعال ناخد لك الاتنين دول كده كوبي ونحطهم ايه؟ بيست على طول. هو المفروض هنا ايه؟ هيرجع true. هنا هيرجع ايه؟ true. وهنا هيرجع false. جميل. بص لو جينا حطينا هنا العلامة دي وحطينا لاين اوف كود اللي هي الاوبريشن بتاعتنا جوه قوسين وهنا في نفس الكلام اهو هتبقى دي ايه؟ هتبقى دي ترو والترو دي هتبقى فولس.
جميل جميل. تعالى بس نعمل ايه، هنعمل حاجة بسيطة كده عشان هو الطباعة يبقى ايه موضح الدنيا فين ومع مين. هنعمل بس هنحدد ان ده and operator. هاخد اللاين اوف كود ده كوبي على هنا يا غالي، على هنا يا غالي، حط. بس دي هتبقى ايه النوت، ودي هتبقى الاور. جميل جميل. وتعالى ناخد السيبريتور بتاعنا ونحطه هنا عشان الدنيا متدخلش في بعض، يبقى كده الكود بتاعنا ايه كلين ومنظم، عشان لو حد عايز ينقل حاجة ايه ينقلها. تمام. تعالى نعمل رون كده. بص يا معلم، تعالى ندخل في النوت اند اوبريتور اهو. بص يا معلم، الترو بقت فولس اهي قدامك اهي، والفولس بقت ترو بس. وده هو اللوجيكال اوبريتور معانا، هم التلاتة دول اللي انا عايزك تعرفهم دلوقتي بس. وده كان اختصار فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم تري كودر بروجرامينج ويب سكول.